السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني بجد. معلش انا غصب عني والله الفترة اللي فاتت دي انا نفسي مقفولة جدا من القناة ومش عايزة اشتغل. فادعوا لي بالله عليكم يعدي اليومين دول على خير ويعدي الازمة اللي انا فيها دي يا رب، احنا وانتوا. النهارده عملنا شوية عدس كده عشان الجو برد بقى وما عادش ينفع غير ان احنا نشرب حاجات دافية كتير. فقلنا قمنا عملنا شوية شوربة عدس كده ونوريلكم احنا بنعملها ازاي، يعني ان شاء الله تعجبكم. جبنا كده نص كيلو عدس، غسلناه كويس جدا ونضفناه. جبنا كده حله نظيفه ومنزلين فيها ايه بالعدس. عندنا بقى 3 طماطمات، بصلايه كبيره، جزريه كبيره، فصين 3 كده توم. حطينا كله كده على بعضه وقمنا نازلين بالميه وعلقيها على النار. اسهل طبخه في الشتاء، بالنسبه للشتاء ده اسهل طبخه، احنا ده بس تسهيله كل شويه كده اقوم عاملاه وخلاص. الله المستعان. وقمنا مغطيين عليها كده على النار وسيبناها نص ساعه تستوي. طبعا انتوا عارفين ان العدس ما بيتقلبش، انا بس حبيت اوريكم ان هو استوى اهو بس، والميه بتاعته نشفت خالص ومطفيت عليه. بس قمت عامله بقى بايه، عندي بلندر، عندك اعملي بيه. إيه عندك خلاط استني يبرد واعملي، بس طبعا انا عندي الهاند بلندر وعملنا بيه وعدى. يعني بصراحه يعني حاجه جميله في العدس، تحفه وسهل، ولا بتقلي بقى معدتك تتعبك ولا حاجه. انا عامله كله ببعضه كده. في ناس بتقليله، انا ما بقليلوش خالص لان كنت بقلي الاول وكنا بنتعب، فطلع كده افضل بكتير. جبت كده 7 زبده كويسين وشويه زيت، وقمت نازله بالشعريه عشان نحمر كده. اتحمرت قدامكم زي ما انتم شايفين كده. طبعا حطيت حته زبده برضو على على العدس، وقمت نازله ايه كله في بعضه كده. قلبنا وسيبيه 10 دقايق بس. زودت شويه ميه عشان بيلزق العدس، كل شويه لازم يتقلب لان بيلزق في الارضيه بتاع الحله. زودي بقى كوبايه ميه كده. عايزاك تجربي الطريقه دي، هتعجبك وهتهدي ومعدتك هتبقى هاديه، مش هتتعبك لان العدس طبعا بقى حامي واحنا كبرنا وما عدناش بنستحمل. انا بتكلم عن نفسي، انا ما عدتش بستحمل زي الاول، كنت بقلي وبعمل وبحط حاجات. بس هو كويس كده يعني الحمد لله. معلقه فلفل، معلقه كبيره كده ايه هرميه كده ايه كمون، لان العدس بيحب الكمون. ومعلقتين ملح، مكعب مرقه لو عندك حطي، لو انت حابه تحطي حطي، مش حابه براحتك. بس هو ده العدس يا جماعه، هو ده العدس. قلبي بقى كده كويس وغرفي. انا بغرف في اطباق، بحب اغرفه يعني اعمله غرف كده، بيتاكل بعيش بيبقى جميل جدا. انا عملته برضو من ده وعملته من ده لان عندي اولاد بيحبوا شوربه وعندي اولاد بيحبوا ايه, غرف يعني ياكلوا بيه كده العيش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ربنا يعدي الازمه اللي احنا فيها دي على خير. انا بجد نفسيتي تعبانه جدا ومش عارفه في ايه. يا رب يعديها على خير. بالله عليكم ادعولي، ادعولي كتير لان انا في قرف، مشاكل، في تعب، في كل حاجه. فربنا يعيني يا رب ويعين كل واحد على حاله. والفتره اللي احنا فيها دي صعبه، فالله المستعان يا رب. ربنا يجعل السنه الجديده دي جايه علينا واحنا كلنا سعداء وبخير يا رب. ربنا يجعلنا السنه دي واحنا فعلا طيبين ويعني وقريبين من ربنا، ويبعد عننا كل حاجه وحشه يا رب، اللهم امين. ويعني هو بصي هي مرحله وبتعدي يعني الحمد لله على كل حال. وقمت حاطه كوبايتين ميه كده عشان اعمل شرب. انا غرفت كده خلاص طبقين غرف، وقمت مزوده ايه الميه عشان اعمل شوربه. بس كده يا حبايب قلبي، هو ده العدس، هو ده العدس بتاعي. ان شاء الله يعجبكم. جربوا الطريقه دي. مش عايزه اقول لكم اللي مشتركش في القناه يشترك وتفعل ايه زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا عارفه ان انا بتاخر ومش بتاخر بتاخر قوي، وده غصب عني بجد. ونفسي مقفوله جدا من القناه، فادعوا لي ان الفتره دي تعدي يا رب، اللهم امين. كده الغرفه اهو، حبيت اوريكم انا غرفت اهو مسك اهو. وديت ايه الشوربه بتاعتنا. انا بس حبيتكم اعرفكم بالمعلقه ان انا ايه ده الطبق اهو اللي هيتغرف اللي انا غرفته بالعيش تقليب العيش. ودي الشوربه. جربوا الطريقه دي مش هتندموا، مش هتبطلوا تعملوها. انا عرفتكم. حبايب قلبي اللي منوريني في القناه، اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.